انسولي اي مكان بيعمل اكل فلاحي عشان لقيت لكم المكان اللي بيعمل اكل فلاحي بالقشطه والسمنه البلدي. بجد هو حرفيا هتحسوا ان انتوا سافرتوا في قريه بكل الاجواء بتاعتها بس وانتوا في نص القاهره على طريق السويس. اسمه قريه جدو، وفي قعدات كتيره برايفت بالتويلت بتاعها عشان برايفسي وتقعدوا كلكم كعيله مع بعض تتجمعوا. وفي كمان قعدات تانية وقعدات اوت دورز وقعدات عربي، فحرفيا كل حاجه هتلاقوها موجوده. الاكل بقى بتاعهم يا جماعه لا يعلى عليه، اكل فلاحي بالسمنه البلدي خطير. بدانا كده الاول بشوربه الكوارع، كانت نظيفه جدا وانا بجد يا جماعه بعشق اي حاجه بالكوارع، فجبت ورق عنب بالكوارع كان خطير. خلطه بيتي وكوارع نظيفه قوي تحفه، لازم تجربوه. ممكن كمان تجربوا ورقه اللحمه. وعايزه اقول لكم ان كل اللحوم اللي هم بيستخدموها لحوم بلدي، وانا عارفه ان كلنا لما بندوق اللحوم البلدي بنعرف. غير بقى الرقاق بالقشطه البلدي السايحه كده عليه، ولا الرز المعمر بالقشطه البلدي، بجد الاثنين كانوا تحفه. الطعم الفلاحي اللي حرفيا كلنا بندور عليه خطير، لازم تجربوه. كمان جربوا بقى الموزه بتاعتهم، دي كانت فتة موزه. الموزه نفسها بتكون محمره ومعاها بورشن كبيره من الفته، وممكن كمان تطلبوا نص بطه محمره بمحشي فلفل وبتنجان، وفعلا طعمه بيتي قوي مع نص بطه بلدي محمره كده. يا جماعه بجد الاكله دي خطيره، بتفكرني قوي بايام زمان. ومن الاماكن بجد القليله اللي بتعمل مبكبكه فعلا مظبوطه، وعاملين مبكبكه بالسجق خطيره. غير بقى المشويات اللي باللحمه البلدي، طرب وكفته وكمان كباب وريش. الريش كانت رهيبه، تتبيله مظبوطه جدا مع الطحينه والسلطات. بجد الاكله دي يا جماعه كانت خطيره. ولازم طبعا ما تنسوش العيش البلدي مع شو الملوخيه، وتحلوا ببطيخ، مكان تحفه لازم تجربوه.